السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في قناة ماركت بيستونجي العقارية. مرحبا بكم. ان شاء الله جيتكم اليوم ان شاء الله 5 الديور رخاصين، 5 المنازل جدادين غنحطهم حصريا في القناة ديالي، قناة ماركت بيستونجي العقارية. نبداو بالدار رقم واحد. الدار رقم واحد كاينه في محطة جديدة، هذه كاينه الطريق ديال المحطة جديدة، يعني دي اول دار غنحطها كتواجد في محطة جديدة. الطريق ديال المحطة جديدة فيها جوج كراجات وجوج واجهات، فيها ضو فاصل، راه فيها لكب، راه فيها لكب لكب وجوج كراجات وطبقة 75 في الأرض، وتبارك الله فوقي عطية 8 متر وزيادة. الطرقان كبار، الطرقان ديال 10 وديال 6، فيها ضو فاصل مشمسة، والدار تجارية كذلك مزيونة، مفروقة ملبسة، مفروقة ملبسة، دار واعرة. الثمن ديالها كيقول مولاها 80 د المليون، 80 فيها شي بركة مفاهمة. حتى المساحة كبيرة، فيها جوج كراج كبارين، فيها لكب على الاتجاه الاخر، فيها لكب ديالها، وفيها طبقه مفروقه ملبسه. كنأكد المعلومات باش تعرفوا المعلومات. اللي انتريسي اللي مهتم عليكم ب 105 كنخليها لكم، تواصلوا مع السيد وشكرا. الدار رقم جوج خوت، الدار ديالنا كاينه كذلك في الطريق محطه جديده، هذه مع الضحى، الضحى د العوامه، الرامبوان د العوامه، الضحى طريق محطه جديده، هذه طريق محطة جديدة، هذه مع الضحى د العوام تبارك الله. وقريبا السوق كاساباراتا، هذه قريبا السوق كاساباراتا كذلك، قريبا السوق كاساباراتا جديد. الدار ديالنا فيها كراج وتبقى فيها ضو فاصل، راه عندها الواجهه من اللين، هي ماشي مصوره، ما كتبانلكمش وصافي، راه عندها واجهه من اللين. الواجهه الاولى على الطريق د الستة، الطوموبيله داخله للكراج، كراج وطبقه فيها ضو فاصل 50 في الارض، من فوقي عطيه 6 متر. الدار جديده مصلوحه مفينيه بالماء والضوء ديالها. الثمن ديالها اللي بغاها 80 د المليون، كذلك 80 فيها المفاهمة، الثمن قابل للنقاش. خليكم النمرة 105 اللي بغا يتواصل مع السيد وشكرا. الدار رقم 3 خوتي، الدار ديالها تجارية، تجارية مليون في المية، كاينة في كومبوريات، فيها جوج كراج، واحد بقال وواحد سيد كيبيع مطارب، فيها جوج طبقات وفيها الواجهة، فيها جوج الواجهات، عندها واجهة من اللين، هذه فيها جوج الواجهات. الطرقان الطريق ديالها مفتوحه تبارك الله، كما قلت الطريق 16 والطريق 12 مفتوحه، مفتوحه يعني جوج الطرقات كيتقاطعوا، تجاري بحال ملتقى الطرق. هذه الدار ديالنا موجهه مشمسه ومساحه كامله، المساحه كامله ديالها كتبقى المساحه هذه كما كتشوفوا التصويره، فيها 70 في الارض، فوقيها عطيه 80، فيها جوج كراجات هما فاتحين مشروع، الناس خدامه. الثمن ديالها 130 د المليون، 130 مع المفاهمه، الثمن قابل للنقاش. اللي بغاها يتواصل في السيد اللي في الاخر ديالو 105 وشكرا. دار رقم 4 خوتي، الدار ديالنا كاينه في العوامه، هذه قريبا بلاكه العوامه اتجاه بن غازي. الدار ديالنا فيها كراج تجاري، كراج مغلوق باللاجور، كيسمى لي عشريه، يفتح لك الكراج ديالها وطبقه وتبارك الله. الدار ديالنا فيها طبقه مفروقه ملبسه، مفروقه ملبسه تبارك الله، كاينه في قلت لكم في العوامه. الثمن ديالها 60 مليون، ومتر فيها 50، فوقيها عطيه 6 متر، الثمن 60 مليون، وفيها شي بركه المفاهمه، الثمن قابل للنقاش. هذه تجاريه حتى هي، المطاع ديالها مزيون، قريبه الشارع الكبير، رئيس الشارع ديال 30 العوامه. الدار رقم 5 هو الاخيره خوتي، الدار ديالنا كاينه في الملعب الكبير، برانس القديمه مع دار الصحافه، تجاريه على الطريق 8 ودز الزفت، طريق الزفت 8 فيها كراج تجاري جوج طبيقات مصلوحه مفينيه تبارك الله، 50 في الارض، فوقي عطيه السين والزياده، كراج تجاري. الثمن ديالها 95 مليون مع المفاهمه، الثمن قابل للنقاش. اللي بغى ساعتك خليكم 105. ها هما 5 ديور اخوتي، اختار الدار اللي عجباتك، بغيتو تشوفهم كاملين مرحبا، بغيتو تشوف شي وحده عليك ب 105، دائما عليك ب 105. وسيط العقاري رقم 1 في المغرب، خصوصا مدينه طنجه، جميع انواع العقارات تبارك الله وشكرا. السلام عليكم.